احترنا ما بين الدكاترة، فريق يقول لك ما ينفعش تستعملي تشطيف مهبلي، ممنوع تماما التشطيف المهبلي، وفريق يقول لك لا ويكتبهولك في الروشتة. طيب استعمله ولا ما استعملوش؟ التشطيف المهبلي ليه خطوات عشان نستعمله او ما نستعملوش. ممنوع تماما انك تستعمليه داخلي، اتمنع الدش المهبلي تماما، ما بنجيبوش من الصيدليات، التشطيف بيبقى خارجي فقط. ممنوع انك تستعملي المطهرات العطرية اللي فيها الوان وعطر، ده بيزود القلوية والحموضة، بيغير البي اتش بتاعة المهبل. فالصح انك بتستعملي حاجات طبية خالية من العطور. التشطيف الصح انك تستعملي ميه فتره، ما تستعمليش لا ميه سخنه ولا ميه ساقعه ولا اي حاجه، ميه الحنفيه العاديه عشان ما يحصلش عكس النتيجه المرجوه. طيب التشطيف استعمل فوطه انشف بمناديل كلينكس؟ لا، الافضل مناديل لو هتستعمليها يبقى مناديل المطبخ الكلينكس الناشفه اللي ما يطلعش منها فتافيت ولا بقايا تخلي فيه جسم غريب في المكان ده ويعمل ليه عدوى، او فوطه صحيه بتاعه تويلت تكون قطنيه وتتغسل يوميا. لو نشفنا بناخد التنشيف من الاتجاه الامامي للخلفي، يعني امسح من قدام لورا، ما اخدش من ورا لقدام، اخد من قدام لورا منطقه الشرج ما ارجعش بيها تاني، مش رايحه جايه. ويفضل انك تحطي الفوطه دقيقه تمتص الميه، يعني ما جففش تجفيف حاد عشان ما زودش الجفاف في المنطقه دي.